بص يا صاحبي، لو وصلت هنا فاعرف ان ربنا بيحبك واكتب في الكومنتات اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. وان شاء الله يكون الفيديو ده صدقة جارية ليا وليك ولكل واحد شاركه. في تحدي بسيط جدا يا صاحبي، بس لو التزمت بيه ممكن والله حياتك تتقلب 180 درجة في 21 يوم. بس التحدي ده مش بيبدأ بأي ساعة، التحدي ده بيبدأ من صلاة الفجر. أيوة زي ما سمعت. أول حاجة صلاة الفجر في وقتها، مهما كنت سهران مهما كنت تعبان، مجرد قيامك للفجر هي خطوة انتصار على نفسك، على الكسل وعلى الدنيا كلها. ابدأ يومك بربنا وهتشوف الفرق بنفسك. تاني حاجة يا صاحبي، بعد الفجر ما تنامش. أيوة مش عايزك تنام، الناس كلها نايمة وانت صاحي، ده وقتك يا صاحبي، دي لحظتك انت. اقعد شوية مع نفسك، اقرأ ورد بسيط من القرآن، حاول تستنى لحد صلاة الشروق وتصلي ركعتين صلاة الشروق. صدقني الجو ده لوحده كفيل يخلي يومك كله بركة. تالت حاجة الرياضة يا صاحبي، الرياضة مهمة جدا. 10 دقايق مشي في البيت أو حتى تنط الحبل أو تمارين بسيطة جدا، مش لازم تروح الجيم، المهم تتحرك وتفصل جسمك عن الكسل يا صاحبي. رابع حاجة غذي دماغك، اسمع كتاب صوتي، درس ديني، بودكاست مفيد. ابدأ اليوم بحاجة تعلي من مستواك بدل ما تفتح السوشيال ميديا وتضيع وقتك من أول دقيقة في يومك. خامس حاجة يا صاحبي الفطار المحترم، اشرب مية كويس، كل حاجة خفيفة وصحية. جسمك ده أمانة يا صاحبي وحاول تحافظ عليه على قد ما تقدر. سادس حاجة اتعلم كل يوم معلومة جديدة، مهارة أو حتى حاجة بسيطة تطورك. اللي بيتعلم كل يوم عمره ما بيبقى في نفس مكانه. سابع حاجة يا صاحبي دون كل يوم بالليل، امسك ورقة كده أو حتى تفتح ملاحظات في الموبايل واكتب عملت ايه، صليت الفجر، مشيت على التحدي. المتابعة دي هتخليك فخور بنفسك وانت ماشي أصلا. وصدقني يا صاحبي لو استمريت على ده 21 يوم، ده كمان يا صاحبي هتكتشف نسخة جديدة من نفسك كنت أصلا بتدور عليها من زمان. ولو ناوي تبدأ التحدي اكتب لي في الكومنتات أنا هبدأ من صلاة الفجر النهاردة إن شاء الله، واعمل لايك وشير، يمكن تبقى سبب في إن حد يبدأ معاك الرحلة دي يا صاحبي. وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذكر نور يا صاحبي وراحة وهداية. سلام يا صاحبي، وافتكر اللي بيبدأ يومه مع الله بيكسب كل يوم حتى لو خسر كل حاجة.